بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده 6 ابريل 7 شوال. حبيت بس اقول لكم كل سنة وانتم طيبين واخد رأيكم في جودة الصورة وجودة الصوت. يعني بحاول احدث كده من وقت للتاني. الحمد لله يمكن اول مرة من بعد ما بدأت القناة احدث فيها. فقولوا لي كده ايه الدنيا معاكم. ده رقم واحد. رقم اتنين، عايز اخد رأيكم بس في حاجة صغيرة. رأيكم في المحتوى اللي بيتقدم. هل محتاجين فيه تعديل ولا محتاجين حاجات معينة؟ قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، لو عايز تتكلم في اي موضوع او في اي موضوع بتستفسر عنه اكتب لي في الكومنتس وانا بإذن الله اعمل لك عليه فيديو ان شاء الله. الفترة اللي فاتت حابب بس اتكلم على نقطتين صغيرين كده. مبدئيا كل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي في شهر شوال. فاللي بيصوم شهر رمضان وبيصوم 6 من شوال، سواء بقى متفرقين بقى متجمعين ايا مكان، يعني بتصوم 6 ايام من شوال. ليه ثواب كبير قوي عند ربنا. و يعني الكلام لأهل العلم يعني انه بيكفر سيئات سنة فاتت وسنة جاية. الله اعلم بالظبط مدى دقة الكلام ده ايه يعني. بس ليه ثواب كبير قوي عند ربنا يعني، فنتمنى كلنا ناخد الثواب ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، انتشرت الفترة اللي فاتت كلام كتير قوي على الميديا كلها. برامج ناس بتقدمها، برامج دينية ناس بتقدمها. مش هقول طبعا اسماء لحد عشان بس ايه، ما الواحد ما يقولش حاجة مش مظبوطة. او حد صانع محتوى بيتكلم في حاجة معينة، يخش في مسائل دينية ويتكلم فيها بتعمق وكلام من ده. انت لو بتصنع محتوى وبتتكلم في جزئية كده معينة جت في سكتك، ماشي تمام. بس بدون تدخل في عمق او في صلب الموضوع يعني. يعني بمعنى ادق، ما تجيش مثلا تتكلم، انت دلوقتي بتتكلم في رياضه او فتنس او تغذيه او ايا مكان اللي بتتكلم عنه، تيجي هوب ترك طقت في دماغك تقوم متكلم مثلا في الصلاه والصوم والصلاه دي المفروض تبقى وقتها كذا، والصلاه دي يبقى المفروض كيفيتها كذا مش بتاعتك، مش ملعبك. ما تسيب يا عم الحاج علماء الدين هم اللي يتكلموا فيها. ما تقرا الاول وتتفقه في الدين الاول وخلي الكلام ده لنفسك. ما تذيعوش على الوفات وملايين ناس اللي ممكن تضللهم او ممكن توديهم في حته تانية، او ممكن كلامك يتفهم غلط. طب على ايه؟ ليه يعني؟ ايه لازمته يعني؟ انت عايز تكسب ثواب، ماشي مفيش مشكله يعني. رب الله اعلم بالنيات طبعا. يعني انت دلوقتي زي واحد من ضمن الناس، مش عايز اقول اسمه برضه، الفترة اللي فاتت دي اتكلم عن حاجة غريبة جدا يعني في الصلاة وكيفية الصلاة، وإن الواحد يصلي أي عدد من الركعات، يصلي أي عدد من السجدات، يصلي بأي كيفية هو شايفها. دي حاجة بينه وبين ربنا، وبعدين كلامه أصلا متناقض مع بعض. طب ما أنت راجل دلوقتي بتتكلم في الفتنس، ومع إن برضه يعني كلامك في الفتنس فيه أخد ورد. بس لو على قد ما أنت بتتكلم في علم دنيوي، ماشي خلاص. النظريات اللي متبناه دلوقتي ممكن تطلع نظريات احدث منها ومتطوره اكتر منها، تضرب بيها عرض الحائط. ده عادي مفيش منه مشكله، ده علم دنيوي. يعني اللي كان غلط من كام شهر او من كام سنه ممكن يطلع صح. ممكن تطلع نظريات او حاجات جديده تقول لا الكلام ده كان غلط والصح واحد اتنين تلاته. واللي هيبقى صح هيطلع بعديه بفترة كلام تاني بيقول لا ده غلط، وهيطلع حاجات تانية تبقى أحدث منه أو أحسن منه أو أفضل منه أو أسرع منه تجيب نتائج أفضل. فأنت أصلا واحد يعني، مع احترامي لتاريخك كلاعب، أنت دلوقتي بتتكلم في الفتنس واللياقة والجيمات والبادي بيلدينج والكلام ده. طيب يا سيدي ماشي، حلو الكلام زي الفل. ايه اللي دخلك في الدين دلوقتي؟ ايه اللي دخلك في الدين؟ ناس كتير سألوك انت بتعمل ايه وديانتك ايه واصلك ايه وملتك ايه والكلام ده كله. ماشي كلام جميل زي الفل، ماشي اوكي، رد على قد السؤال وخلاص. مش محتاجة بقى تجود وتقول وتعيد وتزيد في كلام ملوش عائد، ملوش منفعة للحتة دي. معلش طبعا الشباب طالعين ورايا من تمرين باسكت فظاهرين معايا في الفيديو. فدلوقتي طبعا بتكلم عن واحد مشهور قوي في مجال الفتنس. مش هقول اسمه طبعا عشان الناس ما تجريش وراه، لان هو للاسف من الناس اللي هم بيروجوا للمنشطات والمكملات الغذائية في سن صغير، او للهرمونات وبطولات كمال الاجسام والكلام ده. وانا الكلام ده بصراحة ما بقتنعش بيه وضده قلبا وقالبا.
انت عايز تلعب فتنس، عايز تلعب تخش جيم تقوي نفسك، تلعب حديد، تقوي عضلاتك، تمام زي الفل مفيش مشكلة، في اطار الضوابط الشرعيه بتاعتك، في اطار ان انت ما تتجاوزش في حق نفسك، ما تتجاوزش في حق النعمه اللي ربنا اداها لك. لكن مع احترامي لكل الناس، فيهم ناس منهم اصدقاء ليا واصحابي وقريبين جدا مني، بس انا شايف ان هم بيفرطوا في حق النعمه اللي ربنا اداها لهم. انت قوي جسمك مفيش مشكله، شيل اوزان، طور من اوزانك، طور من حجمك العضلي مفيش مشكله، في الاطار الطبيعي. لكن هتزود بقى هرمونات ومنشطات واللي 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 والكلام ده كله، لا انا ضده قلبا وقالبا، والكلام ده سبق واتكلمت فيه في كذا فيديو قبل كده، ويمكن عملت كذا حلقه عنه او كذا فيديو عنه في الموضوع ده. فخلاصة الكلام، كل واحد يتكلم في اللي يخصه. ثواني معلش انا هنقل المكان لان الاولاد برضو بدأوا يتكلموا بصوت عالي شوية، فكده لا انقل المكان افضل يعني. فخلاصة الكلام، الواحد دلوقتي بيبقى بيتكلم في اللي هو يفهم فيه، بيتكلم في اللي يخصه، بيتكلم فيه ما هو يعنيه، بيتكلم في اللي يفهم فيه، علشان ما يؤخذش عليك اي مأخذ مش مظبوط. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تتكلمش في حاجة مش بتاعتك علشان ما تؤخذش عليك مأخذ مش مظبوط. رقم تلاتة وده الأهم، ما تضللش الناس، ما تضللش الناس. يعني في معلومة أنت متأكد منها، تمام، أنت قول والله يا جماعة أنا سمعت واحد اتنين تلاتة أربعة، لأن الناس دلوقتي بتستسهل. أنا سمعت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة من الشيخ فلان الفلاني بيقول كذا 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 كذا، يبقى المرجعية بتاعتك معروفة، أنت سمعت من فلان إن هو قال كذا بس. لكن ما تقولش في المطلق أنت كذا 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 لا، مش صح، مش بتاعتك دي. لكن لو على قد علم دنيوي في الفتنس، في التغذية، في مش عارف ايه، كبيرك هتعمل ايه يعني؟ هتضل الواحد، هيروح في سكة مش مظبوطة، هيرجع تاني. لكن دخلت في صلب الدين، انت بوظت له دينه. وخاصة اللي بيتابعوك شباب صغيرين، شباب صغيرين ممكن تلاقي 12 سنة وانت طالع. الشباب دلوقتي بيمسكوا الموبايلات ان هم لسه عيال صغيرة، ان هم لسه اطفال، فمش حلو. انا اسف الفيديو قطع غصب عني، بس دوست على حاجه بالغلط في الشاشه. فاستكمالا للكلام اللي فات، الكلام دوت مش صح يعني. ما تروحش في حته الناس تتبعك فيها وانت اصلا هتوديهم في 60 داهيه، هتبوظ لهم دينهم. طب على ايه يا عم الحاج؟ انت عدو داخلي ولا صديق ولا ايه الدنيا؟ ده الاعداء الخارجيين خلاص انت متقي شره، لان انت عارف ان ده عدو. خلاص خلصانه منتهيه، انت عارف ان ده عدوك، فخلاص ما انت بتبعد عنه، عارف ان ده عدوك. لكن لما حد منك، من بلدك، من ديانتك، يطلع يقولك حاجة غير الصح، غير اللي المفروض تسمعه، غير اللي المفروض تمشي عليه، غير اللي المفروض تعمله، لا، يبقى ده عدو مستتر، او ده عدو مستخبي جوانا، مستخبي جوانا لانه زينا، شبهنا، مننا. فلا، ده اللي لازم تحذر منه، تحذر منه، تحذر منه 1000 مليون مرة. تمام كده؟ فبقول لكل الشباب، من فضلكم لو سمحتوا، اي حد انت بتتابعه، اي حد انت بتسمع له في اي مجال، من فضلك من فضلك من فضلك اعمل فلتريشن للمعلومات اللي بيقولها، اعمل فلترة للمعلومات اللي بيقولها. بيقول لك حاجة تخص الحاجة اللي هو بيفهم فيها، تمام، متشكرين، تعظيم سلام يا عم الحاج، شوف مصدر تاني وتالت ورابع وتأكد من المعلومة دي، خلاص تمام، اتأكدت من صحة المعلومة ومن صدقها وتمام، متشكرين، مية مية. هتتكلم في حاجة في ثوابت الدين، لا، خد المعلومة من أهلها، خد المعلومة من أهلها. والمعلومات ما بقتش دلوقتي بعيدة، المعلومات دلوقتي بقت قريبة جدا. انت لو فتحت اي ويب سايت، اي محرك بحث، اي سيرش انجن، اي دلوقتي شات جي بي تي فتحته، الدنيا قريبة جدا. عايز كذا 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 كذا، هيدي لك المعلومات اللي انت عايزها. بس في الدين ارجع للأصل، في الدين ارجع للعلماء بتوع الدين، في الفتوى ارجع لدار الافتاء، في مش عارف ايه ارجع ليه. كل حاجه وليها حاجتها، بالذات في المسائل اللي تتعلق بالدين. دي نقطه. النقطه التانية، من فضلكم لو سمحتوا يا شباب، الفتره دي فتره تغيير فصول، الفتره دي فتره تغيير فصول. احنا دلوقتي في شهر 4، دلوقتي في اول 4 اهو، المناخ مش مستقر، شويه ساقعه شويه حر، يمكن في موجه حر بادئه النهارده، ايه اول يوم ولا امبارح. الدنيا تفضل محررة كده لغاية آخر الأسبوع تقريبا، لغاية يوم الأربع أو الخميس، بعد كده ممكن تسقع تاني، وما بينهما بقى عفار بهواء بتراب بكلام من ده. فمن فضلكم لو سمحتوا محدش يخفف هدومه، حتى لو
انت هتخفف هدومك خففها ويبقى معاك جاكيت كده خفيف. انا اهو سويت شيرت اهو فوق التيشيرت والدنيا تمام يعني. ما تخففش عن كده. هتقلع السويت شيرت دوت هتلاقي نفسك خدت دور برد محترم، التهاب لا قدر الله، شعب هوائيه او ايا كان مسماه. فمن فضلك حافظ على نفسك، حافظ على عيلتك، حافظ على اسرتك، علشان مفيش حاجه تحصل لك لا قدر الله مش مظبوطه. دي النقطة التانية اللي كنت عايز أتكلم فيها. النقطة التالتة والأخيرة اللي عايز أتكلم فيها، ده موسم بطولات. يمكن خلاص خلصنا بطولات المناطق، القاهرة وجيزة في السباحة. في السباحة بالزعانف خلصنا بطولة القاهرة، خدنا شوية راحة كده حلوين طول شهر رمضان. دخلنا دلوقتي بعد العيد بطولة كاس مصر بتاعت السباحة بدأت امبارح. بدأت امبارح النهاردة 6، هي بدأت يوم 4، بدأت يوم 4 أول امبارح. ده بالنسبة لبطولة السباحة. بالنسبة لبطولة السباحة بالزعانف هتبدأ في شرم يوم 9، يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله. فبإذن الله كده موسم خير وفتحة خير على الجميع إن شاء الله، سواء مدربين إداريين سباحين. الجميع بإذن الله يطلع مبسوط منها إن شاء الله. في نقطة حلوة قوي للسباحين، خد بالك. ده موسم التصوير للمدربين. الله أعلم بنوايا الناس. المدربين في منهم الصغير في السن، في منهم الكبير في السن، في منهم المحترم، في منهم غير كده، في منهم اللي على خلق، في منهم اللي غير كده. الناس متفاوتة بينها وبين بعضها. ما بقولش كل الناس حلوة، ما بقولش كل الناس وحشة. الخلاصة، انت دلوقتي واحد شقيان على نفسك طول السيزون، بتتعب، بتتمرن، جايب لبسك، جايب ادواتك، ماشي على نظام غذائي، ماشي على نظام فتنس، ماشي على نظام تمرين مية، طلعان عينك وعين اللي جابوك من الاخر، ومفحوط فلوس فوقاني تحتاني. فدلوقتي ده موسم التصوير، موسم السبوبة من الآخر كده. خدوا بالكم، في مدربين بتوع سبوبة، اللي رايح البطولة على عيل ولا اتنين وعمال يتصور مع البطل ده والبطل ده والبطل ده والبطل ده، وينزلهم عنده على الانستا ولا على الفيس ولا على التيك توك ولا على اي منصة من المنصات، يقول لك هو مش هيقول حاجة، هو يتصور معاهم. لان طبعا لو قال انا بمرن فلان الفلاني، 1000 واحد هيطلع يقوم بالواجب معاه. ولكن خد بالك، انت كسباح انت السلعة، انت السلعة اللي بيتروج بيها. فخد بالك لو سمحت. انت دلوقتي واحد بترتب من ضمن العشرة ولا العشرين الأوائل على الجمهورية أو حتى المنطقة. خليك غالي، خليك عزيز، خليك يعني ايه، ما تتصورش مع أي حد. لو هتصور مع حد، تصور معاه بره البطولة، تصور معاه وانت مش لابس لبس البطولة، تصور معاه وانت خلفيتك مش حاجة في البطولة. فاهم قصدي؟ الله اعلم اللي بيتصور ده. او اتصور وخليها ليك انت، او تصور واكتب على الصورة كابتن فلان الفلاني اللي كان بيمرني موسم كذا، وابعتها له. مفيش مشكلة خالص، مش عيب ولا حرام ولا فيها اي حاجة تضايق. انا دلوقتي سباحين كانوا معايا، كانوا مثلا معايا من سنة 2 3 4 10، انا اللي معلمهم السباحة يا سيدي، مفيش مشكلة. قابلتهم في البطولة، سلمنا على بعض، بوس احضان، اتصورنا، تمام تمام زي الفل. طب يا شباب ابعتوا لي الصور دي بقى. خلاص ده دورك بقى، تقل رجلك، خلص بطولتك. ما تبعتش اي حاجه خالص، تقل رجلك، خلص بطولتك، اكتب على الصور كابتن فلان حبيب قلبي اللي ما تحرمش من افضله عليا، اللي كان بيمرني سنه كذا. بس اخره معايا سنه كذا. انت وثقت الكلام على الصوره. هيجي هو ينزلها، ولا يجرؤ ان هو ينزلها الا اذا كان نظيف ونيته سليمه. لو واحد نيته مش سليمه مش هينزلها عنده. تمام كده. دي نقطة. النقطة التانية، خد بالك، تلاقي السباحين بنفس المنظر، انا قلت الكلام ده قبل كده. موسم التصوير تلاقي السباحين هو نفس السباح، بنفس الكادر، بنفس الكاميرا، بنفس الوقفة، هي وخاصة على حمام الغطس في الاستاد. الحمام ده شاف بلاوي والله العظيم ثلاثة. تلاقي السباح واقف خلاص، يطلع مدرب يخش مدرب تاني، يطلع مساعد يخش مساعد تاني، يطلع اداري يخش اداري تاني. الواد واقف بيتصور مع أمة لا إله إلا الله. كل ده عشان إيه؟ عشان ميدالية ولا اتنين ولا تلاتة، ربنا يزيده يعني، مش مشكلتنا. المشكلة ده الموقف اللي بيحصل. وتلاقي صورة نفس السباح هو نازل على كل صفحات المدربين. طب مين اللي مرن السباح ده؟ محدش يعرف. طب مين اللي طلع البطل ده؟ محدش يعرف. طب مين اللي قومه؟ محدش يعرف. طب مين اللي خليه يعمل الأرقام دي؟ محدش يعرف، باستثناء الناس اللي معاه في التمرين، اللي شايفينه معاهم في التمرين، اللي شايفينه جنبهم في المية، اللي شايفينه مع المدرب ده فجر وبالليل وفتنس وتغذية وكل حاجة. خلاص. فمن فضلكم لو سمحتوا بعد اذنكم عززوا نفسكم، احفظوا شغل المدربين بتاعكم.
احفظوا شغل اهاليكوا اللي صرفوا عليكوا. انت اهلك مش تعبانين شويه، اهلك تعبانين كتير قوي 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 عشان يوفروا لك التدريب اللائق والمعيشه اللائقه والمصاريف اللائقه بيك، عشان تقف على البلوك، تكسر اعشار من ثانيه عشان تطلع تاخد ميداليه. الميداليه دي في حد ذاتها اسمها ميداليه تذكاريه، ما تساويش فلوس، لكن بتساوي بالنسبه للسباح واهله كتير قوي قوي. فخد بالك ان انت تستغل غلط. اشوفكم دايما يا رب في نجاح وتوفيق. مستني ردودكم، مستني ردود افعالكم، مستني لو في حد محتاج اي معلومة في اي مجال تحت امركم. في المجال اللي افهم فيه هتكلم فيه، المجال اللي ما افهمش فيه ما بتكلمش فيه نهائي، باستثناء اللي اذا عرفت معلومة وبقول مصدرها ايه. بس كده، شكرا، اشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.